لا تهن زوجتك ولا تشتمها ولا تضربها، بل أحسن معاملتها كما تحب أن تحسن إليك، وأشعرها بحرصك على إسعادها. لا تبين لها أن عملك أو أصدقائك أفضل منها، بل اجلس معها وتحدث معها وإليها بكل ما يهمكما في دينكما ودنياكما، ولا تقطب في وجهها. أخي، إن مما يثير غيرة الزوجة أن تذكر لها من وقت لآخر أنك مقدم على الزواج من أخرى، أو تبدي لها إعجابك بإحدى النساء، فإياك من ذلك، فإنك كمن يطعن قلبها في الصميم. إلزم الهدوء ولا تغضب، فالغضب أساس المشاكل، وعالج أي مشكلة بالحكمة. وإن كان الخطأ صادرا منك فليس عيبا أن تعتذر من زوجتك، بل هو فخر لك وأدوم لعلاقتكما. لا تنسى أن لزوجتك حقوقا عليك كما أن لوالديك وأهلك حقوق، فلا يطغى جانب على جانب، ولا يسيطر حب على حب، وأعط كل ذي حق حقه.